السلام عليكم. تعالوا بقى النهارده من صدر فرخه واحد وزنه ربع كيلو بالظبط هنعمل ناجتس او بانيه الشركات. هنعمل كميه كبيره من صدر فرخه واحد. طب ده ينفع؟ ايوه ينفع. هنضاعف الكميه بمكون موجود في كل بيت، وزي ما انتم شايفين كده شكله حلو قوي وارخص بكتير جدا من اللي انتوا دايما بتشتروه من بره. تابعوا الفيديو للاخر وما تنسوش ان انتوا لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملوا لايك ووصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات، واشتركوا في القناة عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة. ويلا بينا نبدأ وصفتنا على طول. اول حاجة انا جبت اللي هو الكريسبي ده اللي بيتباع اللي بنغلف بيه الفراخ المقرمشة. انا جبته كده، احنا عن نفسنا مش بنحبه يكون الحبات بتاعته كبيرة، او مش عايزين القرمشة تبقى زيادة عن اللازم كده، واصلا لما تيجوا تاكلوه هتحسوا ان هو ناشف قوي على السنان. فلازم لما تجيبوه تطحنوه طحنة بسيطة كده عشان يكون طعمه حلو وما يضايقكوش في الاكل. انا جبت الكيس ده، خدت منه شويه بس على قد الكميه اللي انا هعملها النهارده، وطحنته بالشكل ده كده. هو اصلا بيجي متبل ومتبهر وفيه كمان باطعمه كتير، بس انا حسيت ان هو طعمه مش قوي، فانا ضفت له شويه من الملح وشويه كده من الفلفل وقلبته كويس وهسيبه على جنب. وتعالوا بقى نشوف الصدر بتاعنا ده العجيب اللي احنا هنعمل منه كميه كبيره. جبت الصدر كده وقطعته مكعبات صغيره عشان يتفرم كويس جدا في الكبه. الوصفة دي عايزة اقول لكم انها موفرة جدا، انا عملتها بصدر واحد. تقدروا ان انتوا لو عدد اسرتكم كبير ان انتوا تضاعفوا الكمية. ولو في مثلا واحدة بتشتغل وما عندهاش وقت وعايزة تلاقي الفريزر بتاعها مليان حاجات تطلعها سريعة كده وتقليها على طول، فتقدروا تعملوا من الوصفة دي كمية كبيرة وتحفظوها زي ما هنحفظها معانا في الفيديو كده، وهقول لكم نحفظها ازاي. هنا بقى قطعتها كويس جدا كده مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين. جبت الكبة بقى وهفرمها كويس جدا. على فكرة لو ما عندكوش الكبة دي تقدروا ان انتوا تحطوا الفراخ دي في قلب كيسين من اكياس التلاجة، وتجيبوا المخرطة بتاعة الملوخية وتمشوا كده كأنكم بتخرطوا ملوخية، تمشوا على الكيس وهو في قلب الفراخ كده. تحطوا طبعا تحته قطاعة خشب او فوطة من الفوط بتاعة المطبخ، وتعملوا كده كأنكم بتخرطوا ملوخية. هتتفرم معاكم وهتبقى زي الفل للناس اللي ما عندهاش كبة. ممكن كمان تفرموها في كبة الخلاط، اظن ان كل البيوت فيها الكبه بتاعه الخلاط دي الصغيره. بعد ما فرمتها كويس جبت كوبايه من البقسماط او الفيجيتار اللي هو بيكون متبل عند العطار، في منه حار وفي منه اللي هو العادي مش حار. انا جبت بقى كوبايه كده خليط بين الاتنين، وهبتدي بقى ازود على لحمه الصدور دي لغايه ما تكون معايا عجينه. انا حطيت نص كوبايه الفيجيتار، وهشوف هي محتاجه تاني ولا لا، وهفرمها كويس جدا كده مع الفيجيتار. بيكون طعمه حلو قوي، وخصوصا ان انتوا تجيبوه من مكان يكون نظيف، او ممكن تجيبوا اللي هي الاكياس المغلفة اللي بتكون في اي سوبر ماركت. شايفين بقت معانا عجينة متماسكة جدا، وبكده تكون اتفرمت كويس جدا. هفضيها بقى في الطبق ده. هوريكم دلوقتي قد ايه هي متماسكة ومش محتاجة ان احنا نضيف ليها بقسماط خالص. طب انتوا لو ضربتوا مثلا البقسماط مع الفراخ كده وحسيتوا ان هي بقت ناشفة قوي، تقدروا ان انتوا تضيفوا معلقتين من المية كده وتعجنوها، هتلاقوها بقت معاكم بالشكل ده. دلوقتي بقى هتبلها. هو المفروض ان انا حاطه فيجيتار متبل، بس انا حبيت ان انا ازودها كده من البهارات شويه، ان انا حطيت بس رشه فلفل وبرده رشه من الملح، مع ان الفيجيتار بيبقى فيه ملح، بس انا لما دقته لقيته ان هو مفهوش ملح يعني يملحها كويس. وضفت معلقه صغيره من البصل البودره ونص معلقه صغيره من الثوم البودره، وهعجن بقى كويس جدا كل الكلام ده مع بعضه. كل الطعم ده بقى بيديها طعم قوي في الاخر، بتكون بجد زي طعم اللي هي بنشتريها من بره بالظبط، ويمكن احلى كمان. الناجتس اللي بيتباع بره اللي دايما اغلبكم بيشتريه بيكون هو مضاف ليه كده، ما بيكونش لحم فراخ صافي، وبيتباع برضو بتمن غالي خالص. فانتوا ليه ما بتعملوش في البيت ان انتوا تعملوا كمية كبيرة كده وحلوة وطعمها حلو، وفي نفس الوقت تكونوا ضامنين ايه اللي جواها. هنا بقى في التشكيل، انا جبت بس طبق كده فيه ميه وهبل ايديا وهبتدي ان انا اشكل. مش هنستخدم في الوصفه دي لا بيض ولا حليب ولا اي حاجه من الكلام ده، احنا هنكتفي ان احنا نشكلها كده ونبل ايدينا ميه وبس. شايفين السهوله والبساطه؟ وهشكلها بالشكل ده، نفس شكل البانيه اللي بيتباع في الكراتين، اللي هي بناخدها كده ونقليها على طول، بتجيبها جاهزه ونقليها على طول، بيكون شكلها كده. اعملوا بقى الشكل اللي انتوا تحبوه. ممكن كمان ان انتوا تفردوها كده على اكياس تلاجة، تعملوها يعني قطعة كده كبيرة مستطيلة، وتقطعوها لمربعات صغيرة، وتاخدوا كل قطعة وتشتغلوا بيها عادي، ويكون شكلها برضو زي الناجتس الجاهز.
يعني اللي اسهل ليكم اعملوه، بس انا بحب الشكل ده فعشان كده عملته. وطبعا سهل جدا واي حد يقدر يعمله. شايفين السهولة؟ بس اهم حاجة ان انتوا بين كل واحدة وواحدة بتشكلوها لازم تبلوا ايديكوا كده من المية علشان تتشكل معاكم بكل سهولة من غير ما تلزق ولا حاجة. على فكرة تقدروا كمان ان انتوا تعملوها صوابع من الكفتة وتحطوها في الفرن تستوي وهتبقى احلى كفتة فراخ. بس لو حابين ان انتوا تعملوها كفتة ضيفوا ليها شوية كده من الخضرة، وضيفوا كمان بصلاية صغنونة وفصين من التوم الفريش، وتعجنوها برضو كويس جدا وتصبعوها وترصوها في صينية مدهونة كده وتدخلوها الفرن على فرن متسخن كويس جدا، هتبقى معاكم حلوة قوي. وبرضو تقدروا تعملوها صوابع او كرات وتحطوها في الكريسبي كده نفس الكلام بالظبط وتتقلي وهتبقى حلوة قوي برضو. هنا بقى بعد ما عملت كده تقريبا 4 قطع جبت بقى الكريسبي ده اللي احنا فرمناه وتبلناه، هحط بقى كده القطعة فيها وهضغط عليها علشان يمسك عليها الكريسبي. الوصفة دي بسيطة جدا علشان احنا يعتبر بنعمل الخطوة دي في خطوة واحدة بس، ان احنا بننزلها كده مباشرة في الكريسبي. طبعا انتم ملاحظين ان انا مخليه السمك قليل، مش مخليه مرتفع قوي زي بانيه الشركات ساعات بيكون مقلبص كده. انتوا لو بتحبوا الطريقه دي في الناجتس فانتوا ما تخلوهاش السمك بتاعها قليل، خلوها مرتفعه لو انتوا حابين. انا عن نفسي ما بحبوش غير كده وبحس ان كده بيكون اطعم بكتير. ولو مش حابين الكريسبي ده او مش لاقيينه استخدموا مكانه البقسماط هيكون حلو قوي برضو. في المرحله دي بقى لو ايديكم بقت كده مليانه من الكريسبي ده حاولوا ان انتوا تتخلصوا منه علشان لما تيجوا تشكلوا تاني الكريسبي ده ما يدخلش في قلب عجينه الفراخ ويعمل معاكم بقى تعجينه كده من جوه. وزي ما انتوا شايفين طلعت 12 قطعه، ولو عملتوها قطع اصغر من كده هتعمل عدد اكبر كمان. خلصتها كده بالشكل ده، تقدروا بقى ان انتوا ممكن تريحوها بقى في التلاجة شويه نص ساعه وبعد كده تقلوها علشان تطلع معاكم متماسكه. انا عن نفسي قليت على طول وكانت حلوه قوي برضو، ما فتحتش معايا في الزيت ولا اي حاجه. لو حابين ان انتوا تحتفظوا بيها في الفريزر فبترصوها بالشكل ده، ولو هتعملوا طبقتين مثلا في طبق الفل ده فانتوا بتحطوا عازل كده في النص بين الطبقتين كيس تلاجة علشان طبعا ما تلزقش معاكم، وانتوا بتطلعوها بعد التجميد تكون سهله. وقت القليه بقى بنجيب زيت غزير، ما يكونش يعني غزير قوي كده، يعني يدوب ان هو يغطي الفراخ. وبعد كده بننزل بقى بالفراخ وهو الزيت سخن، مش بنخلي درجة الحرارة عالية قوي علشان ما يتحرقش معانا، وبيطلع معانا بالشكل ده. شايفين شكله حلو قوي، والكريسبي اللي انا قلتلكوا عليه بيبقى لونه حلو قوي في الاخر، بيبقى شكلها حلو جدا وطعمها بيكون نفس طعم الناجتس اللي بنشتريها من بره بالظبط، نفس البهارات. اهم حاجة ان انتوا تبهروها حلو، وكمان الفيجيتار بيديها طعم حلو جدا وخصوصا لو هو متبهر كويس. وبس كده وصفتنا خلصت النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان تشوفوا كل يوم وصفة جديدة، واعملوا شير كتير، ومع السلامة.